تعرضت الفنانة المصرية الشابة ملك زاهر الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر لأزمة صحية طارئة خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي استدعت دخولها المستشفى الذي ترددت عليها عدة مرات متتالية في وقت قصير. وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان أحمد زاهر في تصريحات خاصة إن ملك زاهر أصيبت بتورم ملحوظ في مناطق متفرقة من الجسد، مما أصابها بحالة من الهلع لتذهب بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أضاف المصدر أن الطبيب المعالج لها شخص حالتها بأنها أحد أنواع الحساسية، وخضعت لعلاج مكثف داخل المستشفى حتى تحسن حالتها بشكل ملحوظ، وغادرت بعدها بساعات. وبعد كذا أن الأمر تكرر بعد يوم واحد فقط من خروجها للمستشفى، لكن بصورة أكبر بكتير، لتضطر إلى الدخول المستشفى مرة أخرى، وأجرت بعض التحاليل الطبية والفحوصات الخاصة، إلا أن الأطباء لم يتوصلوا إلى أسباب حالتها، وأخضعوها إلى نفس بروتوكول العلاج السابق لحين تشخيص حالتها بشكل دقيق ومعرفة السبب وراء أزمتها الصحية الطارئة. وكانت قد أعلنت ملك زاهر عن تعرضها لأزمة صحية من دون الكشف عن تفاصيلها، من خلال منشور عبر حسابها الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وأكدت أن أعين الحاسدين لا تتركها، ودائما يحسدونها على أشياء بسيطة حسب قولها. كما قالت ملك أنها تعاني من أزمة صحية منذ 3 أيام، ولا تعرف سببها حتى الآن، حيث أنها لم تكن تعاني من أي أمراض سابقة، لكن فجأة ومن غير سابق ومن دون أي إنذار أو مقدمات تبدل حالها بشكل مخيف. وأضافت خلالها منشورة أن حادثها ليس بهدف الشفقة، لكن ليتأكد البعض أن حياتها ليست على ما يرام طوال الوقت، طالبة من محبيها الدعاء لها. يذكر أن ملك زاهر هي الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر، حيث دخلت مجال الفن منذ ال5 من عمرها من خلال الجزء الثاني من فيلم عمر وسلمى للفنان تامر حسني، وشاركت بعدها في عدة أدوار تختفي عن الساحة بأمر من والدها بسبب دراستها. وعادت ملك أحمد زاهر مرة أخرى بعد حصولها على الشهادة الجامعية، وكانت أحداث الأعمال الفنانة ملك زاهر مشاركتها في مسلسل سيدي الناس مع الفنان عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق والمخرج محمد سامي. وكتبت ملك زاهر عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفى انت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وأضافت: اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتعافيني وتمسح عني كل ألم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف جسدي من كل ضعف، وقلبي من كل هم، وعقلي من كل قلق، واملأني يقينا إن ما عندك خير ما فقط. وفي ستوري آخر كتبت ملك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم احفظني بعينك التي لا تنام، وأكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارزقني الطمأنينة في قلبي والأمان في طريقي والسلام في روحي.